تنتقدم بالشكر الجزيل لجميع الإخوة الذين يعني فكروا في تكريم هذا الرجل الذي أفنى جارة عمره في توعية الأجيال وتنشئتهم، وأشكرهم جزيل الشكر على هذه الالتفاتة الكريمة، والسلام عليكم. ما غاديش نسكتوا، جالسين كتلوثوا لنا المدينه وكطردوا على ولادنا، ما غاديش نسكتوا على هذا الشيء. لذلك رمزيا في هذه المناسبه يقدم مناضل البدر الذي تعرض للطرد والتشريد نيابه على كل العمال والعاملات جائزه ولا تذكار احتفاء بالاستاذ بالعروسي، اللي قدم تضحيات نضاليه للكونفدراليه المحليه، الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل مدينه سيدي يحيى الغرب. الأستاذ بالعروسي يصر على إلقاء كلمة مقتضبة بطبيعة الحال، لأن هذا اللقاء وهذا الاحتفاء هو اعتراف بالأداء النضالي ديالهم وبالأداء النضالي داخل الكونفدرالية الديمقراطية الشغل. لن نتردد في منح الأستاذ بالعروسي الكلمة، فليتفضل مشكورا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيتها الأخوات المناضلات، أيها الإخوة المناضلين، أيها الحضور الكريم، أتقدم لكم بالشكر الجزيل لدعواتكم لي قصد تكريمي في هذا اليوم الذي هو يوم عيد الشغيلة. فكم أنا جد مسرور بهذه الدعوة وهذه الالتفاتة الكريمة لرجل أفنى زهرة عمره في تنشئة الأجيال بروح وطنية عالية وبجدية ومسؤولية، تاركا بصمات أعماله في أجيال تعاقبت على مؤسسته العزيزة عليه، ألا وهي مدرسة الإمام الشافعي. كما أشكر جميع الإخوان والأخوات في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على هذه الالتفاتة الكريمة، وإن كانت تدل على شيء فإنما هي تدل على مكانة رجل التعليم في قلوبهم ومحبتهم لكل حامل مشعل رسالة التعليم. وفي الأخير أحثكم على المضي في نضالاتكم من أجل ضمان حق هذه الشكيلة التعليمية وكذا العمالية بهذه المدينة العزيزة علينا. قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم والمؤمنون. صدق الله العظيم. وشكرا للإخوة.